أهلا بيكم. في السلسلة دي هنحاول نجاوب على الأسئلة اللي بتيجي في التعليقات، بس لازم نتفق إن مش كل سؤال هنقدر نرد عليه. لو السؤال كان شخصي هنحترم الخصوصية ومش هنتكلم عنه. في فيديو النهاردة هنجاوب على سؤال جالنا في التعليقات، سؤال مضحك شوية. السؤال كان بيقول: ليه بحس إن النرجسي اللي عايشة معاه ريحته وحشة؟ إجابة السؤال ده هتكون صعبة شوية. هل في حاجة فعلا اسمها ريحة النرجسي؟ من الناحية البيولوجية مفيش دليل علمي ثابت بيقول إن النرجسي فعلا ريحة جسمه مختلفة عن أي شخص تاني. ما نقدرش نقول إن النرجسي بيكون جسمه ليه ريحة مختلفة تخلينا نقول من ريحته امسك نرجسي. لكن لما ندخل في علم النفس والتأثيرات النفسية على الحواس هنبدأ نفهم الموضوع مع بعض. يعني إيه؟ يعني لما تكون مرتبط بشخص سام أو نرجسي بيحصل لك حالة اسمها تنافر عصبي ونفسي. ببساطة انت مش طايقه، قرفان منه، وده معنى كلمة تنافر عصبي ونفسي. جسمك مش طايقه، أعصابك مش طايقاه، ولأنك مش طايقه لما يكون جنبك أو يقرب منك جسمك نفسه يبدأ يترجم مشاعرك لوحده. تلاقي معدتك بتكركب وتحس إنك مشمئز أو قرفان منه، وقرفان حتى من صوته، وده اسمه نفور نفسي. انت بتنفر منه أو بالعامية بتقرف منه، لذلك بتحس إن ليه ريحة غريبة حتى لو مفيش ريحة، لأن جسمك بيترجم النفور النفسي أو القرف اللي بتحس بيه لما يكون النرجسي قريب منك. جسمك بيترجمها على شكل قرف حسي لدرجة عقلك وحواسك ممكن يخلقوا ريحة حتى لو مش موجودة. يعني حتى لو ملوش فعلا ريحة وحشة، لكن القرف النفسي اللي جواك هيحسسك إن ريحته فعلا وحشة. جسمك بيفهم قبل عقلك إن الشخص ده خطر. لما يقرب منك تحس بريحة وحشة، مش علشان هو فعلا ريحته وحشة، لكن لأن جسمك بيترجم النفور النفسي في شكل قرف. تقدر تقول الريحة جاية من مشاعرك مش من جلده أو من جسمه. جسمك وعقلك صوروا لك إن ريحته وحشة علشان يقرفوك منه وتبعد عنه، ودي حالة اسمها الهالة السلبية. انطباعك عن النرجسي خلاص كله أصبح كره. أي حاجة هيعملها هتلاقي نفسك أصلا مش طايقها ومش طايقه، مش طايق منظره ولا طايق حتى ريحته. بلغة بسيطة نتيجة المواقف الزبالة اللي حصلت مع النرجسي، كل حواسك قبل عقلك أصبحوا متبرمجين إنهم يرفضوه. صوته هيكون مزعج ليك وبيضايقك، شكله هتلاقيه مستفز ليك، ريحته كمان هتكون كأنها بتقرفك حتى لو فعليا ملوش ريحة. الاشمئزاز والقرف اللي بنحس بيه من أي شخص ده جزء من الفطرة، كأنه نظام حماية بيحميك من الأشخاص السامة. يعني لو شفت شخص ليك معاه تجارب مؤذية فجأة تلاقي جسمك كله مش طايقه، لا طايق المكان اللي هو موجود فيه، وممكن كمان تحس بتوتر في المعدة، معدتك بتقلب. وبعض الناس بتقولها كده بالحرف: بشوفه بحس إني عايز أرجع، كأن دماغك بتحاول تحميك منه علشان الأذى ما يتكررش تاني. نفسيا انت قرفان منه، جسمك يحسسك إن وجوده بيخنقك، حتى ممكن يحسسك إنه فعلا ريحته وحشة. زي مثلا لما بنقول بالعامية: أنا مش بطيء فلان، منظره بيحرق دمي وبيقفلني منه. أعصابك اللي بتتوتر لما النرجسي يكون موجود بتأثر على حاسة الشم عندك، فتلاقي نفسك بتشم ريحة وحشة. السبب التاني سبب يخص النرجسي نفسه. النرجسي ممكن فعلا يكون ريحة جسمه غريبة شوية، ده نتيجة هرمونات التوتر والقلق والعدوانية اللي دايما جسمه بيفرزها. جسمه بيفرز عرق في نسبة عالية جدا من الكورتيزول، وده اللي بيخلي ريحة جسم النرجسي مختلفة شوية. السبب الثالث: في بعض النرجسيين فعلا ما بيهتمش بالنظافة الشخصية، كأنه بيكون شايف نفسه فوق النقد. بعضهم بيكون شايف نفسه أعلى من إنه يهتم بتفاصيل صغيرة أو تافهة زي النظافة الشخصية، لكن دي مش قاعدة ولا صفة عامة. النرجسي كائن معقد، ممكن تلاقيه في لحظة شيك جدا، خاصة طبعا في الأماكن العامة، بعدها بلحظات تلاقيه مقرف مقزز في الأماكن اللي تخصه، لأن النرجسي مش بيهتم بالنظافة لنفسه. أهم حاجة عنده الشكل الاجتماعي أو الانطباع اللي بيسيبه عند الناس. يعني لو كان شيك نظيف غالبا مش لنفسه، لكن برضو علشان التمثيل والصورة الاجتماعية.
الأغرب إن أحيانا النرجسي بيكون عنده خلل في إدراك الذات، تحسه تايه مش واعي لنفسه، لأنه مخه دايما مشغول بالصراعات والحرب اللي هو عايشها، وده بيخليه مش واعي فعلا لريحته أو لنظافته الشخصية. الخلاصة، ما نقدرش نقول إن جسم النرجسي بيكون فعلا ليه ريحة، ما نقدرش نعرف النرجسي من ريحته، لكن أنت ممكن تشم للنرجسي ريحة، والريحة دي فعلا هي ريحة القرف النفسي اللي جواك. يعني أنت قرفان نفسيا منه، فجسمك يبتدي يترجم شعورك وإحساسك لقرف حقيقي، كأنه بيقولك لو سمحت ابعد عنه. النقطة الأخيرة اللي لازم تعرفها إنك أنت كمان طالما موجود في علاقة سامة مؤذية زي العلاقة مع النرجسي، أنت كمان لحظة وجودك جنبه هتكون ريحة جسمك مختلفة، لأن التوتر الزيادة اللي أنت فيه خلى الجسم يفرز كورتيزول أكتر، والكورتيزول برضه هيظهر في ريحة عرقك. لازم تاخد بالك إن الحالة النفسية بتأثر على تركيبة العرق فعلا. الأدرينالين والكورتيزول العالي بينشط غدد العرق، هتلاحظ إنك بتعرق كتير لما يكون النرجسي موجود، والعرق بيكون دهني، ودي بيئة للأسف مناسبة جدا للبكتيريا. لذلك أغلب الناس اللي بتعيش في علاقة سامة مع النرجسي لفترات طويلة بيكون عندهم مشاكل في الجلد. الموضوع مش موضوع نظافة، لكنه موضوع أعصاب وهرمونات بتتفرز جوه جسمك من غير أنت ما تحس. ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي.